نبغي نقول ايضا نقطه مهمه، وهي بارطاجيو معاكم، نشروا، الله يجازيكم بخير باش الرساله توصل. راه حاجبين لنا المشاهده، حاجبين لنا بوكليب الكحل. الله يستر وصافي. وقال لك، قال لك حريه التعبير، حريه الزعتر. معنياش. بغيت نشير نقطه مهمه تاهي، كل التضامن مع الحقوقي فؤاد عبد المؤمن، حقوقي فؤاد عبد المؤمن الذي تم اختطافه، ماشي اعتقاله، اختطافه وليس اعتقاله كما حكى هو بنفسه. انا شفت الفيديو، هو كيتكلم بصدق، ماشي شي واحد يقول لي كيكذب. لا، راه اللي كذاب راه باين كذاب من الهضره، راه كنعيقوا بك. كيتكلم بصدق، اش غيكذب؟ اذا قال خطفوني، تم اختطافه، وهذه مساله ماشي معاه هو، راه معروفه. المهم، كما حكى هو بنفسه الواقعه بالضبط، اعتقلوه بسبب الرأي والتعبير. السيد عبد المؤمن اللي هو من أبرز الوجوه الحقوقية ومعتقل سياسي سابق في عهد سنوات الرصاص بكري، تم إطلاق سراح عبد المؤمن، تلقوها سيدي، سراح مؤقت تحت المتابعة، تحت المتابعة. وحددت الجلسة جوج شهر القادم، جوج شهر القادم. التهمة جاهزة، نعم سيدي، تهمة جاهزة كالعادة، إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية بعدم حدوثها. الله يستر مع الله يحفظ. شوف واش غيديروا معاه، الله يدير شي تاويل الخير صراحة. وتبارك الله بقى في ديك الشجاعة، واخا راجل كبير وتعرض لهذا الشيء كله، تبارك الله كيضرب واحد الشجاعة وواحد الثقة في النفس. الله يحفظه ويجيه وصافي. حنا ما كنبغيوش الاعتقال حتى شي واحد كيما بغى يكون، وكيما بغى يكون. الظلم انا ما كنبغيش، كنرفضو نهائيا بجميع اشكاله وصوره. فاش مشيت لديك الندوه كنت ضيف، ما كلا تدخل، دخلوا الناس المعنيين بالامر، مثلا عبد العلي الصديق العزيز عبد العلي بريك، وتحيه عاليه ليه، كنشكروه على الكرم ديالو والضيافه ديالو بزاف حوايج، والله يجازيه بخير. عبد العلي بريك من بين المتدخلين، عبد العلي بريك وبعض المعتقلين السياسيين القدامى، واحد من تزمامات المرزوقي سميتو، واحد بقى فيا من المعتقلين الاسلاميين، بقى فيا بزاف، لانه تحكم 10 سنين، او 10 سنين ظلما وعدوانا، ما عنده علاقه لا بالارهاب، ما كينتمي شي جماعه، ما عدلي، ما تكفيري، ما زعتري. الله يسر، وماشي هو راه بزاف. الله يسر، الله يسر كارثه. المهم، نطالبوا فقط بتعويضات، بجبر الضرر، يعني مطالب شرعيه. انا حضرت الندوه كلها، كانت مزيانه، كانت تدخلات جيده وداكشي مزيان الحمد لله. انا قلت باختصار في اخر الندوه غير كلمه، ماشي تدخلات. انا قلت الرئيس، قلت لي عا كلمه باش يسمح لي بكلمه، ما قلت له ماشي تدخل، يعني غينتهي. قلت لي انا وهادو بلا بقاو انا، قلت لي انا كنت ضامن، انا ما نعطي، ولكن انا قلت لي كنت ضامن مع جميع، سمعتي، جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. علاش؟ لاني اكره الظلم والحقره، باختصار صافي، بلا تفسير، لا الله يعاون. بكري راه ضامنه مع كل شيء في سبيل الله، ما كنعرفهم، ما كنتش كنتواصل معاهم، لا متفق بو20 لا الرئيساوي لا والو، ضامن معاهم. علاش؟ لان ما كنحملش الظلم، صافي سدينا، لا ما نبقى نتناقش في هذا الامر. كذلك ما وقع للمعتقل السياسي السابق، هذا اللي قلت لكم، السابق سميتو الزهري هشام، بقى في الحال بزاف، طلع لي الدم. علاش؟ لان مسكينه الزهري هشام ملي دخلت للبروفيل ديالو الحساب ديالو، ولقيت حتى واحد ما متضامن معاه. والشوهه في هذه البلاد السعيده، وناس كيعرفهم كاع، والله ما متضامن معاه بالله. واحد الفيديو دي في ما عرفت 6 ديال المشاهد ولا ما عرفت 19، ماشي شوهه هادي، ماشي خيبه امل، ماشي شوهه، والله حتى شوهه بالله وحق الله العظيم. حولهم كيفرسوا فينا صراحه، ما كاين لا تضامن لا تفاعل، مصيبه كحله. هذا باش انا شويه المهم في سبيل الله، ماشي طلبها مني، ما طلبها مني ما والو. انا من ديتي بقى فيا الحال، طلع لي الدم، ضامنت معاه لوجه الله، نشرت داكشي في المجموعات، الحمد لله خلاونا ديك الساعه نشرو في المجموعات، لعل وعسى نساهموا في القضيه ديالو، لانه تا جريدة صحيفة أشكين حتى هما داروا معاه استجواب
وان شاء الله غيدعموه، ونتمنى ان شاء الله الرساله ديالو ديال جميع المعتقلين، ماشي هو، جميع المعتقلين مساكن اللي تظلموا وتأذوا كثير، يعني ياخذوا القضايا ديالهم بعين الاعتبار ويستجبوا للمطالب ديالهم، ونتمناو ان شاء الله خير. صافي هادشي اللي كنتمنى انا. صافي. قلت هذا المعتقل السابق الزهري هشام اللي هو من ضحايا الاعتقال التعسفي في فترة التفجيرات الإرهابية اللي وقعت سنة 2003 في شهر ماي، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي. سيدي هادشي راه وقالوا في فيديوهات إلى آخره. ومسكين واحد النهار ضربوه في واحد ضربوه قال لك، وديك الضربه اثرت فيه، ودابا الان كيشرب الدواء باش ينعس. شفتو في واحد الفيديو قال لك كنشرب الدواء باش نعس، والمراه ديالو حتى هي كذلك ضرت، ماشي هو، المراه والابناء ديالو، متزوج مسكين واحد الحاله. الله يسوى كيطالبها بالتطبيب، بالتطبيب يعني جبر الضرر ومسائل شرعيه بسيطه صافي، لا اقل ولا اكثر. يعني الله المستعان. والله العظيم بالله شحال من واحد صاحبي مشى سنين في الحبس ما دير والو، ما عنده علاقه لا بارهاب لا بزعتر لا بالسياسه لا والو، وعدد كبير من الابرياء. الله يستر صافي. لا حول ولا قوه الا بالله. كذلك النقيب زيان، النقيب زيان طلقوه صافي الله يعاون. السيد راه واش غيموت في الحبس؟ واش غيبقى تيموت في الحبس؟ لا حول ولا قوه الا بالله.